اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ امنيه سلامه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحه واحسن حال. لسه كسلانين ومش عايزين ندخل المطبخ؟ بصراحه من حقنا، شهر رمضان اخد مننا وقت كبير قوي في المطبخ. نكسل كمان حبه مفيش مشكله ونرتاح ونقوم نعمل بس حبه سندوتشات تحفه، مش هياخدوا مننا ربع ساعه واقفه في المطبخ وهتبقى النتيجه مبهره. هنعمل النهارده شاورمه الكبده بطريقه سهله وبسيطه وجديدة هتعجب كل اللي هيدوقها. وهنعمل أجمل غدا في ربع ساعة، هيكون جاهز ولا وقت ولا مجهود ولا كمان هنصرف كتير. يلا بينا نبدأ. بس قبل ما نبدأ، أنا أمنية ودي قناتي، ولو دي أول مرة بتشوفيني ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان توصلكوا فيديوهاتي الجديدة. يلا بينا بسرعة نعمل أجمل سندوتشات الكل هيشكرك عليها أنا متأكدة. اول حاجه هنا جبت نص كيلو من الكبده، انا قطعتها شرايح رفيعه كده زي تقطيعه الشاورما. علشان تقطعيها التقطيعه دي مظبوط يستحسن انك تدخليها الفريزر شويه علشان تجمد، علشان نقدر نتحكم فيها ونقطعها. بعد ما قطعتها التقطيعه دي كنت مجهزه حله فيها ميه بتغلي على النار، ضفت لها شويه بس من الفلفل الاسود، حوالي نص معلقه من الفلفل الاسود، وكمان هضيف عصير نص ليمونه. ممكن نستكفى بالفلفل الاسود والليمون بس انا النهارده هضيف كمان شويه من بهارات الكبده، واللي مش موجوده ممكن نضيف شويه من الكزبره الناشفه. وزي ما قلت لكم ممكن نستكفي بعصير نص الليمونه وشويه الفلفل الاسود. مش هنضيف ملح خالص، هو فلفل اسود وليمون. وبلاش نكتر كمية الفلفل الاسود عشان الكبدة بتاعتنا لونها ما يغمقش. بمجرد ما المية بتاعتنا هتغلي كده كويس هنزل بالكبدة بتاعتي. هنلاحظ ان المية هترجع تبرد تاني وهتبطل ان هي تغلي. هسيبها لحد ما تبدأ تغلي، بس يعني مش هخلي المية تغلي عليها، يعني انا عايزة المية تبدأ تسخن تاني وتخش في الغلوان. في المرحلة دي هرفع الكبدة بتاعتي على طول وهحطها في مصفى وهشطفها تحت الحنفية وهتبقى زي الفل. وبصراحة دي أفضل طريقة أنا جربت بيها الكبدة بكل الأنواع. في مقلاية سخنة حطيت 3 4 معالق من الزيت، ويستحسن ان احنا لو نكتر الزيت شوية عشان الكبدة من بتحب الزيت عشان تعمل الصوص بتاعها. بعد ما التوم كده ريحته طلعت بقى لونه ذهبي، كنت مجهزة تشكيلة كده من الفلفل الحامي والفلفل البارد وكمان الفلفل الأحمر اللي هو الرومي. حطيت شوية من الفلفل الأخضر وشوية من الفلفل الحار، وطبعا الفلفل الحار مش لازم، ممكن تستبعديه لو محدش بيحبه. نزلت كده بشويه بالفلفل مع الثوم، اول ما ريحته طلعت نزلت بالكبده بتاعتي. شايفين لونها فاتح، ريحتها حلوه جدا من عصير الليمون وشويه الفلفل الاسود، بمعنى الكلمه نظيفه. ولا ريحه احنا مش حابينها، ولا طعم احنا مش حابينه. والمرحله دي او الخطوه دي ممكن تعمليها في الكبده سواء البلدي او المجمده، علشان نبعد شويه عن موضوع الريحه او الطعم اللي فيه ناس كتير بتحبش تاكل الكبده بسببه. نزلت بالكبده كده على الثوم والفلفل وبهرتها بشويه من الملح وشويه من الفلفل وكمان رشه من الكمون، وضفت شويه من بهارات الكبده الجاهزه، وكمان ممكن نضيف شويه من الكزبره الناشفه بتديها ريحه حلوه قوي. هقلب الكبده كده مع البهارات، طبعا ولا خايفين ان الكبده تنزل ميتها ولا اي حاجه، هي نظيفه ومتقفل المسامات بتاعتها وسهل جدا كمان في التعامل. الكبده يا دوب هتاخد كده تشويحتين مع مع الثوم ومع الفلفل الاخضر. بعد كده هضيف لها شويه من الفلفل اللي انا كنت مبقياهم البارد والحامي والاحمر. طبعا اي نوع فلفل عندك ينفع، مش شرط الاحمر مش شرط الفلفل الحامي. شايفين شكلها وريحتها تحفه. ممكن تعتبريها سندوتشات شاورما، مش شرط ابدا نجيب لحمه، هي بالكبده تحفه جدا ومفيش فيها اي حاجه ممكن تضايقنا في طعمها. وسعت كده حته في النص بتاع المقلايه، وضفت معلقه واحده من الزيت، وضفت شويه صغيرين من التوم اللي انا كنت اسماه من الاول، اخدت نصه الاول ودلوقتي اخدت النص التاني، حوالي معلقه صغيره. هشوح فيها التوم كده لحد ما يتحمر كده وياخد اللون الذهبي الحلو وريحته تطلع اهو. بفضل على نار هاديه كده احمص فيه كده واحمر فيه لحد ما ياخد اللون الحلو. وبعد كده هضيف له معلقه من الخل، وهنعتبر دي الطشه بتاعه الكبده. بتودي الكبده في حته تانية خالص وبتقلب الريحه تماما. شايفين لما بتغلي بقى مع الخل والثوم بتبقى ريحتها تحفه، شايفين شكلها وجمالها.
في منتهى الجمال. طبعا ممكن نعملها بربع كيلو، بنص كيلو، زي ما انت حابه الكميه اللي انت حباها. وكمان في الاخر ضفت عصير ليمونه عشان تديها كده المزازه والطعم الحلو. ولو متوفر دبس رمان بيبقى حلو جدا لو حطينا معلقه واحده بس في الاخر قبل ما نطفي. كده خلاص شاورمة الكبدة بتاعتنا بقت جاهزة. هتجهز امتى كمان بزيادة؟ لما نجهز كده حبة عيش طازة طريين كده. انا النهاردة استخدمت العيش الكايزر اللي هو بتاع البرجر علشان يبقى شبه العيش بالظبط كمان اللي بنجيب فيه شاورمة اللحمة من بره. عاملة كده السندوتشات بكل كرم ما شاء الله. ما تكلفتش معانا بتمن سندوتش او اتنين من بره. هنعمل مع بعض حوالي 5 سندوتشات مليانين وحلوين جدا جدا وهيشبعوا وفي منتهى الجمال. حامله كده السندوتشات زي ما انتم شايفين لونها، ولا منزله ميه ولا فيها ريحه مش مستحبه. وكمان ممكن كنا نضيف لها حته لو في اللي هي الليه بتاعه الخروف، او ممكن كمان نعمل لها فحمايه في الاخر. وكده بقى الغدا بتاعنا جاهز وسندوتشات تحفه. ناخدها بقى معانا في اي مكان، سهرانين بالليل في عشاء. ومش هننسى طبعا شوية الطحينة الحلوين والمخلل اللي هيفتحوا النفس، وشوية الجرجير والفلفل الحامي وعصير الليمون. شايفين الجمال والحلاوة؟ شايفين شكلها عامل ازاي؟ تحفة، ولا وقت ولا مجهود، ونضيفة جدا. وكمان علشان نكمل الوجبة بتاعتنا نحط شوية بيبسي كده ولا اي مشروبات احنا بنحبها علشان يبقى بالظبط شبه اللي احنا بنجيبه من بره، واحلى وانضف واوفر. وبكده بيكون الفيديو بتاعي خلص. يا رب تجربوها وتعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان توصلكم فيديوهاتي الجديدة. أسيبكم في أمان الله، مع السلامة.